صباح الخير. هعمل النهارده اسرع كيكه بصوص الشوكولاته. ولادك هيحبوها جدا، واحلى حاجه ان كلها بتتعمل في الخلاط، ما بتاخدش معاكي وقت خالص، وكمان مقاديرها كده خفيفه ومش مكلفه خالص. اول حاجه هحتاج كوبايه دقيق، كوبايه من الزيت، وكوبايه لبن، وكوبايه سكر، ونص كوبايه من الكاكاو الخام. وكمان هستخدم معايا البيكنج باودر، وهستخدم معايا بيضتين وبس. دي كل المقادير اللي انا هستخدمها. هعمل منها الكيكه وصوص الشوكولاته. اول حاجه هنبتدي بصوص الشوكولاته. هجيب كده الشفشق بتاع الخلاط، هحط فيه كوبايه اللبن، وعليها كوبايه الزيت، وعليها كوبايه السكر، واخر حاجه هحط نص كوبايه الكاكاو، وهخلطها كده كويس جدا كده في الخلاط، عشان اهم حاجه صوص الشوكولاته يتخلط كويس جدا. عشان زي ما انتوا شايفين حاطين سكر. السكر طبعا لو بقى قرمش كده في صوص الشوكولاته مش هتكون لذيذه، يعني مش هتبقى حلوه خالص. فلازم نخلطها كويس جدا. فلما نضربها كويس في الخلاط مش هتعمل معايا سكر، مش هتقرمش خالص معايا، وهتبقى ناعمه وجميله جدا. هفضل بقى اخلط فيها كده لحد ما اشرب فنجان القهوه الجميل ده. هي سهلة جدا ومبتاخدش وقت خالص. بصوا، انا خلصت كده. صوص الشوكولاتة بقى حلو جدا وناعم معايا. بصوا عامل ازاي، قوامه حلو جدا زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ان احنا نضربها كويس في الخلاط، لانه بيكون تقيل فمحتاج وقت كده يتضرب كويس في الخلاط. هجيب بقى كده طبق صغنون، هنزل بيه بنص الكمية بتاعة صوص الشوكولاتة. وبعدين هسيبه كده على جنب، عشان ده الصوص اللي انا هحطه على الكيكة من فوق بعد ما هخلصها، يعني هنزينها بيه. وبعدين هنا معايا بقى اخر حاجة البيضتين، هحطهم فوق صوص الشوكولاتة اللي احنا عاملينه، وهضربهم في الخلاط. وبس كده. كده انا عملت الخليط ده خلاص. كده هم اخر حاجة ضربت البيض فيهم. وبعدين هجيب بقى بولة كده كبيرة، هحط بقى الخليط ده فيها. وبعدين هجيب كوباية الدقيق وهنخلها كده. وبعدين هضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة بس. وكمان هضيف رشة ملح كده، وهفضل اقلب كده فيهم كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي خالص، وتكون بالقوام ده. هو ده القوام المظبوط بتاع الكيكة. بس كده. هنجيب بقى صينية ندهنها بقى زيت او سمنة. مفيش اي مشكله على فكره، لو مفيش سمنه تقدروا تدهنوها زيت، ما بتلزقش خالص وبتبقى حلوه جدا وبتطلع بسهوله. كده انا حطيتها فيها. هكون طبعا مشغله الفرن على درجه حراره 180، وهدخلها على الفرن الوسط. وبس كده. وبطلعها اول ما بحط السكينه كده فيها، وبتطلع ما فيهاش اي حاجه خالص. هي كده بتكون استوت وتمام معايا. ده الصوص بقى اللي انا كنت ركناه كده على جنب. هحطه كده عليها من فوق، هزينه. تقدروا طبعا تقدموها. انا قدمتها مع فراولة، حطيت عليها كده فراولة كده من فوق وقدمتها. ولادك هيحبوها جدا. وبس كده، وبألف هنا وشفا.